مهرجان مختلف في كل شيء، يعني لم أصادف في أي بلد مهرجان يشبه له، وأنا لفت يمكن مهرجانات العالم كلها. مهرجان الأفلام اللي بنتفرج عليها فيه معظمها عن ذوي الهمم والأمراض الخاصة والنادرة والحالات الإنسانية العالية جدا. شفت الحقيقة أشياء كتير، أفلام مؤثرة جدا وتوجع القلب جدا وبتطرح قضايا مهمة للغاية. استمتعت بالأفلام وشفت ثقافات مختلفة من دول عديدة، وشفت مواهب عظيمة. ان بعض ذوي الهمم كانوا ابطال في الافلام، هم بيمثلوا ادوار، فده معناه ان احنا بيكون عنده ابن او ابنه من ذوي الهمم لما بيقف جنبه وينمي مهاراته ممكن يطلع موهوب اكتر من اي ولد او بنت طبيعيين جدا. يعني شفت ممثلين اقوياء. قبل كده انا صورت في مركز للتنميه الفكريه فيلم اسمه حياة قلبي وافراحه، فكانوا بيمثلوا معانا كل الشباب والبنات من ذوي الهمم. وفوجئت في اخر الفيلم ان في ولد صغير عنده 14 15 سنه كان قاعد بعيد كده في اخر الكلاس ودايما معاه ورقه وقلم. طلع انه بيرسم لي صوره، دي اجمل صوره اترسمت. في فنانين كتير عملوا لي صور مرسومه بس ده اكتر واحد موجود. في بيمثل وفي ناس بيرسم، في منهم اللي خد بطولات دوليه مثلا في سباحه، في رمي الرمح، في الكوره. يعني احنا نقف جنبهم ونساعدهم هيبقوا عضو فعال في مجتمعاتهم. ده اللي انا شفته في افلام بتدي امل لكل الناس، سواء لذوي الهمم او للي عندهم اي مشاكل موجعه. يعني في افلام مثلا عن الهجره غير الشرعيه، عن تاثير الحروب على البلاد، تاثير الحرب في سوريا، تاثير الحرب في العراق. في ناس في الانفجارات اصيبوا بعاهات، ايده راحت او رجله راحت او تشوه. كل دي شفناها في الافلام اللي اتعرضت. الافلام عن المتاجرين في الدين، يعني في فيلم من كسوفه عن بيعاقبوا شاب وفتاة لأن عملوا علاقة مع بعض، فبيقتلوا الفتاة باسم الشريعة والرجل بيتم إخصائه. وهو فيلم قاسي جدا جدا. اللي هم المتاجرين بالدين بيعملوا ده باسم الشريعة. ربنا هو اللي بيحاسب. فالفيلم مؤثر جدا. الأفلام كلها هي عن موضوعات إنسانية حقيقي موجعة. يعني أتمنى الأفلام دي الناس كلها تشوفها عشان تعرف العالم عايش إزاي وكم المآسي الموجودة في العالم. فنوعية المهرجان نوعية خاصة جدا. كل الأفلام مختلفة. يعني هي في أفلام يمكن اتعملت عشان هذا المهرجان خصيصا. في أفلام كتير بتدي أمل، زي الفيلم اللي ادينا له أحسن فيلم تسجيلي رحمة. رحمة أمها وأبوها اهتموا بيها جدا ونموا مهاراتها وكان نفسها تشتغل مذيعة فاشتغلت. هي دلوقتي مذيعة في التلفزيون المصري على قناة GMC. فأنا سعدت بالفيلم ده جدا لأنه بيدي أمل إنه لو عندكم أحلام هتقدروا تحققوها، بس إحنا نساعدهم، المجتمع يساعدهم إن ننمي مهاراتهم. فشكرا بجد لهذا المهرجان الإنساني بالدرجة الأولى. يعني إحنا دايما نقول مهرجان ثقافي فني سياحي، لأن المهرجانات أيضا دعاية سياحية للبلاد اللي احنا بنروحها. لكن أنا أقول المهرجان ده له خصوصية، هو أكتر مهرجان إنساني. فأنا بحيي القائمين على المهرجان. وأنا استمتعت سنتين. السنة اللي فاتت كرموني في أول دورة وقالوا لي لأني عملت فيلم كنت بعمل دور واحدة من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني من ذوي الهمم. كان فيلم اسمه خالي من الكوليسترول. فكرموني السنة الماضية في أول دورة. والسنة دي في لجنة التحكيم استمتعت أكتر وأكتر لأني شفت العديد من الأفلام سواء القصيرة أو التسجيلية أو الأفلام الطويلة. الحقيقة أفلام كلها رائعة. يعني كان في بجد حيرة في لجان التحكيم إن كل الأفلام تستحق جوائز، بس في النهاية عندنا عدد محدود من الجوائز. فحتى اللي ما خدوش أنا بقول لهم أنتوا أفلامكم تستحق.
كل اللي شارك في هذا المهرجان بفيلم هو فيلم رائع. فيعني تحية لكل صناع الأفلام الإنسانية اللي بتمثل مآسي كتير يعيشها شعوب عديدة في كل العالم، وشفناها في مهرجان الأمل اللي بيعطي أمل.